واش في خباركم باللي تتويج الجيش الملكي بالعصبة يقدر يحرم فرقة مغربية أخرى من مشاركة قارية؟ المركز الثاني هذا العام فيه الفخر. الكاف كتعطي للمغرب جوج مقاعد في دوري الأبطال كما كتعرفوا. المنطق كيقول الأول والثاني في البطولة تيشاركوا في العصبة، ولكن قالوا الكاف فيه إن إلا الجيش الملكي داو العصبة وهادشي اللي كنتمناوه وما سالاوش الترتيب في البطولة لا أول ولا ثاني، هنا كتحرك المقصلة ديال القوانين. يعني الجيش غيشارك العام الجاي بصفته بطل القارة، والمقعد الثاني غيمشي نيشان لبطل المغرب، والفرقة اللي غادي تجي في المركز الثاني غتلقى راسها في الكونفدرالية. يعني فرقة ضربات التمارة العام كامل باش تجي الثانية وتلعب العصبة غتصدق محروقة بسبب قانون مجحف ما كيعطيش مقعد إضافي لبطل القارة بحال أوروبا. اشنو بان لكم في هذا القانون؟ واش كتفضلوا الجيش يدير العصبة واخا تضرر فرقة مغربية أخرى؟ قولوا لي آراءكم في الكومونتير.